السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كنتمنى من الله تكونوا بخير ومرتاحين ونلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الإخوان حاليا كاينة أخبار جديدة ومزلزلة ومحزنة في نفس الوقت. تبعوا معي الفيديو من الأول حتى الآخر باش تفهموا كلشي اشنو واقع في القضية ديال الطفل هشام. ونظرا ان الاخبار ديال الطفل هشام كتعاود وما بغيش نبارطاجي معكم حتى تكون شي حاجه جديده، وكنتمنى تدعموا هذا الفيديو هذا باللايكات والبارطاج، وما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعليقات. اخوان، في هذه الاخبار هادو غيخرج راعي الغنم وكيقول باللي شاف مول 207 دوسون 5 انه ملي كان حط العائله ديال العريس انه كان راجع اللور وضرب الطفل هشام، يعني حادثه غير مقصوده. وملي ضرب الطفل هشام هنايا غيهزوه وغيديروه في السياره ديال الاخ ديال العريس. وكيف ما كنقول انا راه ما كنتهم حتى شي واحد، فقط كنحلل معكم هاد المستجدات اللي خرجت في هاد الايام هادو. وكيقول الاخوان ان هاد راعي الغنم هذا ملي شاف هذاك 207 ضربه الطفل هشام، هنا غيعطيه واحد المبلغ مالي، وال207 غيعطيه واحد المبلغ مالي، وقال ليه ما تقول هذا الشيء، هاد الاخبار هذه ما تقولها حتى شي واحد. بطبيعه الحال هذا الشيء اللي وقع، ولكن قال ليه من بعد غنزيدك. وملي تسنى هاد المده كامله ما زادوش المبلغ اللي كانوا متفقين عليه. وهنايا راعي الغنم غيمشي عند الجندرم وغيعاود ليهم كل شيء من الاول حتى الاخر. واسمعوا لي الاخوان مزيان، كانوا كيقولوا ان الطفل هشام اختطفوه عصابات الكنوز، من بعدها غيخرجوا وغيقولوا ان الطفل كاين عند شي عائله ثريه بمدينه الدار البيضاء، ولكن هذه الاخبار كاملها كاذبه ولا اساس لها من الصحه، وهذا الشيء كامل باش يغطيو على الخبر الحقيقي. بطبيعة الحال الاخوان انا كنقول لكم غير هذا الشيء اللي كيروج حاليا، انما الحقيقه الكامله باقي ما بانتش. اسمعوا لي الاخوان والاخوات مزيان، كون كاين هذا الخبر صحيحه اللي كيقول هذا الراعي هذا، وانا اصلا شخصيا ما بغيتهاش تكون صحيحه، حيث باغيين الطفل هشام يكون حي يرزق ان شاء الله. نتمنى من الله هذه الاخبار هذه تكون ضبابه وغتجوز بحال هاد الاشاعات كاملين اللي كانوا ودازوا. كنتمنى من الله يكون هذا الطفل هذا يكون حي يرزق ان شاء الله، ونلقاوه في اقرب وقت، لاننا كنشوفوه هذه ازيد من 60 يوم والطفل باقي غبر ليه الاثار. وما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعليقات، اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليه لي في التعليقات، راه كنجاوب كل شيء. ونتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله، حتى تكون اخبار جديده ونشاركها معكم ان شاء الله.